معايا عدد من الفيتشرز بيساوي 64. 64 اللي هو الهايت والويدث بتاع الايمج بتاعتي. تمام. والكلام ده مضروب فيه 3. 3 دهيت اللي هي الريد جرين بلو، الثري كومبوننتس بتاعت الايمج. لو انا عايز اترين نود، ايه عدد الاسهم اللي موجوده عندي اللي ليها ويتس؟ فكل فيتشر منهم وليه الويت بتاعه. دي كارثه كبيره جدا. ليه؟ ايه اللي هيحصل لو السايز بتاع الايمج دلوقتي بدل 64 في 64 في 3 بقى مثلا 2000 في 2000 في 3 برضه؟ ده هيطلع لك 12 مليون. تخيل بقى اللي انت عندك 12 مليون بارامتر، 12 مليون ويت. ماشي. عايز تعمل لهم اوبتمايزيشن. لو انت مثلا بتعمل كلاسيفاير، الكلاسيفاير ده بيكلاسيفاي ما بين كات ودوج. انت عندك مشكله ان انت عندك الكات موجوده في الجزء ده من الايمج، فممكن كات تانية تكون مرسومه هنا. ايه المشكله؟ الكات التانية دهيت مرسومه في الجزء ده من الايمج. فانت لما تجبر الكلاسيفاير بتاعك ان هو يبقى تريند على حاجه زي كده، فهو شايف ان الفيتشرز اللي هي البكسلز اللي موجوده هنا دي هي دي بس البكسلز بتاعت الكات. مش هيفهم ان كات موجوده في مكان تاني هي برضو كات. فانا عايز من الاخر حاجه تاخد لي الشيب بتاع الكات ده، تختصره كده، تختصره اكنها هتختصره في فيكتور، تفضل تقلله لحد ما توصله لفيكتور صغير. الفيكتور الصغير ده بيريبريزنت كات. شايف بقى اللوجيك اللي احنا قلناه دلوقتي ده؟ اللوجيك اللي احنا قلناه دلوقتي ده اللي هيعمله لي السي ان ان، الكونفوليوشنال نيورال نتورك.